بجهة الشرق تمت برمجة 708 مشاريع وأنشطة بكلفة مالية إجمالية تفوق 258 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2024. خصص الاجتماع لعرض وضعية تقدم تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البرامج الأربعة بعمالات وأقاليم جهة الشرق، حيث تم برمجة ما يفوق 700 مشروع ونشاط بكلفة مالية إجمالية تناهز 300 مليون درهم. قرابة 50% من هذه المشاريع هي منجزة بنسبة 100%. عدد المستفيدين من هذه المشاريع والأنشطة يفوق 150 ألف من الفئات المستهدفة. وتتوزع هذه المشاريع التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بمدينة وجدة على البرامج الأربعة التي تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وكذا الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة.